ونروح بعد كده نتكلم على مباراة المنتخب المغربي والمنتخب البرتغالي. حقيقي منتخب المغرب شرف كل العرب، كان أداء قدام المنتخب الأسباني أداء رجولي وقتالي، ودي كانت أهم سمة للمنتخب المغربي في المباراة دي. أنا ما أعتقدش إطلاقا إن أداء منتخب المغرب وأسلوبه في مباراة أسبانيا هيختلف أبدا عن أسلوبه في مباراة البرتغال. هي دي الطريقة اللي بيوجدها الركراكي، اللعب بضغط متوسط والاعتماد على التحولات، ومع وجود أسماء تقدر تضمن له نجاح الخطة دي، واللي على رأسهم مرابط اللي يعتبر واحد من أفضل اللاعبين في البطولة لحد دلوقتي. متأكد إن الركراكي مش هيلاقي أي سبب يخليه يغير من طريقته، وخاصة كمان إن المنتخب الأسباني أفضل بكتير من منتخب البرتغال في عملية حيازة الكرة. منتخب أسبانيا بيعتمد على الاستحواذ ومهاجمة المساحات، ولاعبي منتخب المغرب عملوا مباراة رائعة، كان ناقصهم بس إجادة التحولات الهجومية اللي عملوها. كان في فرص كتيرة جت للمنتخب المغربي، ولكن للأسف ما قدرش لاعبي منتخب المغرب إن هم يستغلوها. والناحية التانية بالنسبة للمنتخب البرتغالي اللي قدموا مفاجأة كبيرة جدا قدام المنتخب السويسري، فبصراحة أكتر اللاعبين اللي مخوفيني هو أكتر لاعب قدر يتفوق في مباراة منتخب سويسرا وأحرز 3 أهداف، وهو راموس. لاعب نزل بديل لكريستيانو رونالدو، واحد من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم. يعني المفروض تنزل ويكون عندك ضغط عصبي كبير جدا علشان تحاول تثبت نفسك لمديرك الفني سانتوس اللي اعتمد عليك ووثق فيك. لكن بصراحة لما تشوف أداؤه داخل أرضية الملعب، كان بيلعب بمنتهى الثقة، وما كانش في حد متوقع إنه هيقدر يأدي بالجودة دي. لاعب بيلعب برجليه الاتنين بمنتهى الجودة، وبيهاجم المساحات بمنتهى الذكاء، عنده سرعة وقوة جسمانية، مش مع أي احتكاك بيقع ويطالب بركلة جزاء، لا بيعافر على كل كرة، ودي ميزة مهمة جدا موجودة عند راموس. صراحة وجود كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء كان مفاجأة، ولكنها كانت مفاجأة مفيدة جدا للمنتخب البرتغالي وسانتوس، لأن احنا اكتشفنا مهاجم جديد لو قدر إن هو يستغل المباريات اللي جاية في كأس العالم، أعتقد إنه هيقدر يكون واحد من أهم اللاعبين في العالم في السنين اللي جاية. نفس الكلام اللي قلته في مباراة منتخب البرازيل وتيتي. المنتخب البرتغالي مش منتخب بيعتمد على الحيازة، سانتوس مدير فني متحفظ وبيهمه جدا عملية التوازن ما بين الدفاع والهجوم، فلو قدر وليد الركراكي إن هو يسيب له الكرة ويقفل ممرات التمرير زي ما حصل في مباراة منتخب اسبانيا، ويضغط على مفاتيح اللعب زي برونو فرنانديز وبرناردو سيلفا، اعتقد ان المنتخب البرتغالي ساعتها هيتشل تقريبا. هم دول اكتر 2 لاعبين بيجيدوا في عملية التدرج بالكرة وبناء الهجمة. سانتوس مش بيدي حرية كبيرة للأظهرة، وما عندوش هوس ان هو يهاجم الممرات الخمسة ويضغط على الخصم ضغط عالي طول المباراة. لا، سانتوس عنده قابلية ان هو يسيب الكرة للخصم ويلعب هو على التحولات، ما بيحسش فيها بأي إهانة، هو أهم حاجة عنده النتيجة. فاحنا في المباراة دي هنكون ما بين صراعين، منتخب المغرب اللي هيحاول يسيب الكرة للمنتخب البرتغالي ويبتدي يضغط على مفاتيح اللعب ويقفل ممرات التمرير علشان يتشل المنتخب البرتغالي وما يقدرش ان هو يبني الهجمة. والناحية التانية بالنسبة لسانتوس هيحاول على فترات ان هو يسحب المنتخب المغربي لنص ملعبه ويعتمد هو على التحولات. فمن الاخر كل مدير فني هيحاول ان هو يحط طعم للمدير الفني التاني. وبعد فوز منتخب المغرب على منتخب اسبانيا، سانتوس هيكون حذر جدا قدام المنتخب المغربي من ناحية جودة اللاعبين فرديا. فبصراحة منتخب البرتغال عنده جودة عالية جدا في كل المراكز، ولما نيجي كمان نبص على الدكة فيكفي ان احنا نلاقي كريستيانو رونالدو فيها. الناحية التانية منتخب المغرب هيعتمد على الشراسة والقوة والاندفاع البدني، في مهارات ممتازة جدا موجودة في المنتخب المغرب زي حكيم زياش واشرف حكيمي وسفيان بوفال، لكن لياقتهم البدنية هنا هتكون الفيصل في قدرتهم على استمرار في الضغط على منتخب البرتغال والاستفادة من التحولات. وما ننساش كمان ان منتخب المغرب عمل مجهود بدني كبير جدا في مباراته قدام منتخب اسبانيا ولعب 120 دقيقة. فهل يا ترى ال 120 دقيقة والمجهود البدني اللي بذلوا لاعبي منتخب المغرب قدام منتخب اسبانيا هيأثر عليهم قدام البرتغال ولا لا؟ وبالنسبة لتوقعي لمباراة منتخب المغرب ومنتخب البرتغال، فزي ما قلت لكم انا اتمنى فوز المنتخب المغربي، ولكن بصراحة انا اتوقع فوز منتخب البرتغال. وما تنساش تقولي توقعاتك في الجولة دي تحت في التعليقات.